الحمد لله ذي الفضل والإنعام، أوجب الصيام على أمة الإسلام وجعله أحد أركان دينه العظام. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم البعث والقيام. ثم أما بعد، الحمد لله رب الكون أهدانا شهرا كريما لنلقى فيه غفرانا. شهر الصيام تجلت فيه رحمته، إذ أوشك الذنب يردي المرء نيرانا. فجعل الله هذا الشهر مكرمة عتقا من النار إكراما وإحسانا. غدا يشع هلال نحن نرقبه فتحا قريبا لكي نزداد إيمانا. أيها الأحبة، هبت على القلب نفحة من نفحات القرب، سعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح، وصلت البشارة للمنقطعين بالوصل وللمنقطعين في الصلح. لما سلسلت الشياطين في شهر رمضان وانخمدت نيران الشهوات بالصيام، فلم يعد للعاصي عذرا. فرمضان أيها الأحبة شهر مبارك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه، فكان يقول لهم: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. وإن لشهر رمضان فضائل عديدة جدا، ومنها أنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. ومن باب هذه الفضائل العظيمة نعلن عن قيام برامجنا الدعوي التي تعيننا على استغلال شهر رمضان أفضل استغلال، وهي برنامج التاج الرمضاني، وهو برنامج شبابي تفاعلي يساعد الشاب المسلم على استغلال شهر رمضان المبارك في الطاعة والعبادة وقراءة القرآن والالتزام في المسجد في كامل أيام شهرنا الفضيل. والمسابقة الثانية وهي حفظ السور، كما هو موضح في الإعلان على باب المسجد. فمن أراد التسجيل بعد الأذكار إن شاء الله في برنامج التاج الرمضاني ومسابقة حفظ السور، وجزاكم الله خيرا.